بسم الله الرحمن الرحيم. على كل اخواتي وحبايبي، في بدايه الفيديو اعمل اشتراك في القناه واعمل اللايك وفعل الجرس وصلي على النبي في الكومنتات وادعي لاخواتنا، وتعالوا مع بعض. معانا اخبار كثيره جدا، اخبار هتفرح كلكم. نادي الزمالك واخبار للاسف هتحزن جمهور النادي الاهلي، ومشاكل كثيره جدا، والعين اللي نشأت في لاعب النادي الاهلي الجديد او الصفقه الجديده اللي كان النادي الاهلي هيجيبها. بس في البدايه نتكلم طبعا عن اداء النادي الاهلي امبارح في مباراه ايدي. الاداء السيء على الرغم ان اغلبيه اللعيبه اللي كانت موجوده في التشكيل لعيبه اساسيه، مش لعيبه بدلاء او الكلام ده، لعيبه بتشارك بشكل مستمر مع ياسر روبو ومع كان غديرو، ولاعيبه كانت بتشارك. في البدايه التشكيله هو بدا بسيحه، عندك باك الشمال محمد شكري، باك اليمين عمر كمال عبد الواحد، قدامه بيكهام والعش، اليو ديانج، احمد نبيل كوكا واحمد رضا. في عندك الاب اليمين او محمد عبد الله الاب الشمال، بدا بطاهر محمد طاهر وجرتشار. طب نيجي للتشكيله دي من البدايه. بالنسبه لعمر كمال عبد الواحد، انت عمر كمال عبد الواحد ده احنا بنقول ان هو بديل محمد هاني، ده ما ينفعش بديل محمد هاني، هو كفايه عليه كده. اداء سيء جدا من عمر كمال عبد الواحد، حتى المذيع امبارح كان بيقول مستواه فين يا عمر، يعني مستواه سيء جدا من عمر كمال عبد الواحد. بالنسبه لبيكهام لا خلاص كده، بالنسبه احنا مش مستفيدين منه بحاجه، ما عملش اي حاجه. مصطفى العش برضه بالنسبه للعش خلاص. نيجي لمحمد شكري اللي هو اصلا احنا جايبينه بديل لمحمد هاني، بديل لعلي معلول، او بديل في الباك الشمال اللي احنا ما عندناش باك شمال. محمد شكري امبارح عدم المشاركه كتير مع النادي الاهلي، المفروض ان انت جاي تثبت مكانك ده، لان النادي الاهلي مش بيطالب او بيطالب بايه، او ياسر بيطالب بحد في الباك الشمال، فانت المفروض تثبت. ما عملتش اي اداء خالص امبارح. اليو ديانج انت بتشرط على النادي الاهلي وانت امبارح كان اداءك سيء جدا. انا مش عايز اقول ان مروان عطيه اللي هو اللي بيسندك، او مروان عطيه اللي ايه بيبين اليو ديانج. انت امبارح كنت لوحدك امبارح، الاداء ما كانش كويس جدا، ولاعب باهت امبارح ولاعب باهت من احمد نبيل كوكا. يعتبر بدا ان هو يشوف نفسه في وسط الملعب، لان هو حابب الحته دي، لان ده مركزه. احمد رضا امبارح برضه ما عملش اي اداء. بالنسبه لمحمد عبد الله وطارق، الاثنين اصلا اجنحه ما عملوش اي استفاده ولا عرضيه ولا اي حاجه. بالنسبه لجراديشار لازم يشوف بديل لحل جراديشار، لان جراديشار لازم يبقى معاه شخص قوي يقدر يحرك جراديشار زي اسامه وعلي لما كان موجود. تشوف حاجه كويسه جدا من جراديشار. امبارح التشكيله كلها زي ما احنا شفنا، التشكيله كلها اساسيه، مش فيهاش حد بديل. اداء باهت امبارح في النادي الاهلي، مش عارفين يستروا وتفكير يستروا. هل انت بتفكر في هل انت بتفكر في ان انت يعني يعني تبين التشكيل، او بمعنى اصح تجرب اللعيبه بالنسبه للبطوله دي؟ هل انت بتجرب ناشئين تستفاد منهم بعد كده؟ هل انت البطوله في دماغك؟ بصراحه اداء باهت جدا من امبارح النادي الاهلي، والاهلي يستحق الهزيمه، ما يستحقش الفوز اصلا. وفوز انبي على النادي الاهلي مستحق بصراحه. تكميل زفت للاعيبه النادي الاهلي بالنسبه لي كان اداء باهت واداء ملوش اي لازمه. نيجي بقى لصفقه النادي الاهلي اللي رشقت فيها عين، مش عارف ليه. اول ما ارتبط اسمه بالنادي الاهلي على طول صليبي. يزن النعمتي لاعب الاردن ولاعب العرب القطري، ارتبط اسمه قبل كده مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي شبه خلاص خلص كل حاجه مع اللاعب، وان اللاعب هيمضي في يناير مع النادي الاهلي. في مباراه الاردن جاله صليبي، مجرد بس ان هو جه اسمه مع النادي الاهلي. لاعب كويس، لاعب كلنا شفنا اداؤه في البطوله العربيه مع الاردن، ارقامه كويسه جدا. الاهلي اتحرك عشان يخلص الصفقه، مجرد بس عين باشا كده ما نعرفش منين جاله صليبي. نيجي بس لايه الخبر ده. الاتحاد الاردني يعلن التشخيص المبدئي لاصابه يزن النعمتي وهو قطع الرباط الصليبي الامامي. مده الغياب يغيب من 6 شهور ل9 شهور، وبذلك سيغيب عن كاس العالم 2026. يعني اصلا كده بالنسبه لي الصفقه دي خلاص فشلت بالنسبه للنادي الاهلي، والنادي الاهلي بيتحرك فيه بديل يزن النعمتي. ربنا طبعا يشفيه ويرجع ليه الملاعب. لاعب كويس جدا، لاعب لو في النادي الاهلي كنت هتقدر تستفاد منه. طبعا هيوصل لنادي جميل زي النادي الاهلي، هيشارك في كاس العالم، هيشارك في بطولات كثيره جدا، فكنا هنستفاد منه. بس للاسف اللاعب اتصاب، مجرد ان رجع يطلب النادي الاهلي اول ما اسمه ارتبط بس بالنادي الاهلي. نيجي بقى للخبر اللي احنا بنقول هيفرح الزمالك. بالنسبه للزمالك، الخبر اللي هيفرح نادي الزمالك، او بمعنى صح نادي الزمالك اعترض، نزل بيان رسمي ان هو معترض على الارض البديله اللي قال عليها وزير الاسكان. طبعا وزير الاسكان طلع بيان او اتكلم وقال بالنسبه لارض اكتوبر
خلاص الموضوع فيه انتهى، وفي ارض بديله هتبقى فيها صوت او سكت. نادي الزمالك نزل بيان وقال ان هو معترض على فكره حته الارض البديله، وهو مرتبط او عايز حته ارض اكتوبر ومتمسك بارض اكتوبر. طب هو ده الخبر اللي هيفرح نادي الزمالك؟ لا، الخبر اللي هيفرح نادي الزمالك بالنسبه لفكره محمود بن تايك. محمود بن تايك طبعا الفتره اللي فاتت محمود بن تايك هدد بفسخ التعاقد من طرف واحد لنادي الزمالك، واللي كان فيه مده معينه اللي هو 15 يوم، لو عدى ال 15 يوم دول وما خدش المستحقات بتاعته هيبدا يفسخ العقد بتاعه. فنادي الزمالك الفتره دي بدا ان هو يجهز جزء من الفلوس للاعيبه الاجانب عشان اللعيبه ما تفسخش العقد، زي محمود بن تايب والفينا وشيكوبانزا وعبد الفتاح وادم كايد والناس دي اللي بدات تهدد نادي الزمالك. خلاص كده بنسبه كبيره محمود بن تايب مستمر مع نادي الزمالك، لان طبعا احمد سلمان طلع وصرح وقال ان محمود بن تايب مستمر مع نادي الزمالك. نيجي لمين؟ نيجي للكابتن مصطفى يونس. طبعا كلنا عارفين مشكله الكابتن مصطفى يونس مع الكابتن محمود الخطيب، وطلع شكك في نزاهه الكابتن محمود الخطيب وقال ان في ناس من الخليج بتساعده وتدي له فلوس وتدي له عربيات، وشكك في نزاهه الكابتن محمود الخطيب. كابتن مصطفى يونس قال ايه بقى؟ الخطيب بالنسبه لي مش زميل، ولكن ده اخويا، وهو في القلب، واي حد بيحاول يوقع بينا مش هيعرف، لاني ما اقدرش استغنى عنه. طيب بالنسبه اللي هو اخوك، انت شكيت في ذمته، يعني حاجه غريبه جدا. كل الاخوات والاهل بيتخانقوا او بيزعلوا وده مش طبيعي، ولكن بيبقى الخطيب في القلب. انا عمري ما ابقى زملكاوي لان عاشق لتراب النادي الاهلي. طب انت عاشق لتراب النادي الاهلي وبتحب النادي الاهلي، انت شكيت في ذمه الكابتن محمود الخطيب، المفروض ان انت اصلا تطلع وتصرح وتعتذر للكابتن محمود الخطيب، وان اللي حصل منك ده سوء تفاهم مش اكتر. والكابتن محمود طالما انت بتقول ان هو اخوك، فانت بالنسبه للكابتن محمود الخطيب اطلع واتكلم وقول ان اللي حصل ده سوء تفاهم واعتذر للكابتن محمود الخطيب لو انت شايف نفسك ان انت غلط، وان الكابتن محمود الخطيب فعلا اخوك زي ما انت ما بتقول. نيجي لوقفه النادي الاهلي. النادي الاهلي عشان الناس اللي طالعه بتتكلم وتقول ان فشل المنتخب، او راديو الزمالك يقول لك فشل المنتخب بسبب النادي الاهلي. نادي الزمالك بقى او راديو نادي الزمالك يقول لك سبب فشل الكره المصريه ان كلمه النادي الاهلي هي العليا وليست كلمه المنتخبات. انا نفسي اعرف كلمه المنتخبات ازاي، او كلمه النادي الاهلي هي العليا ازاي، والنادي الاهلي لما كان بيشارك في كاس العالم للانديه اللعيبه كانت بتتاخد وتروح المنتخب. النادي الاهلي شارك في كاس العالم للانديه للناشئين، للعيبه في الناشئين. لو الناس نسيت او الناس لسه ما افتكرتش البطوله اللي خد فيها المركز ده كان مع موسيماني، شارك بالناشئين. يعني ان انت طالع تقول النادي الاهلي كلمته، لا، النادي الاهلي مش كلمته العليا، النادي الاهلي ما حدش وفى له حقه. بيراميدز او المنتخب لما طلب لعيبه من بيراميدز، بيراميدز رفضت وقالت انا مش هودي لعيبه للمنتخب. ودت مين؟ ودت مروان حمدي لمجرد ان المنتخب اعترض، قالت ان منتخب المغرب طلب وريه الكارت، يعني منتخب المغرب طلب وريه الكارت، بيراميدز نفذت على طول، راحت موديه مروان حمدي عشان ما يحصلش مشكله، بس هي بالفعل رفضت. فالنادي الاهلي مش كلمته العليا، واثبت لك ان النادي الاهلي مش كلمته العليا في ايه؟ في الخبر ده. يعني ده الصوره اللي قدامنا دي، ده صحفي فلسطيني قال لك النادي الاهلي مجرد ان احنا طلبنا منه معد، او طلبنا منه يعني مدرب لياقه، النادي الاهلي نفذ على طول. يعني الفلسطيني ضياء الشوقي نشكر اخواننا في النادي الاهلي المصري، فلدينا في المنتخب مدرب لياقه طه نوح، وهو يعمل في الاهلي، كان السبب في رفع مستوى لياقه اللاعبين الى اعلى درجه خلال البطوله. يعني بمعنى ان النادي الاهلي طه نوح ده اصلا كان مدرب لياقه في النادي الاهلي، ومن اعلى يعني مدربين اللياقه في النادي الاهلي. فالاتحاد الفلسطيني طلب من النادي الاهلي مدرب لياقه عشان ما كانش موجود خلال البطوله، فالنادي الاهلي نفذ رغبه الاتحاد او رغبه الاتحاد الفلسطيني عموما. يعني ده حاجه كويسه بالنسبه للنادي الاهلي. فين بقى اللي انتوا بتشككوا فيه نزاهه النادي الاهلي؟ على الرغم ان الاتحاد الفلسطيني وقت وسام ابو علي نزل بيان ان النادي الاهلي مش مهتم بوسام، والنادي الاهلي ما بيحبش وسام ابو علي. النهارده طلب من النادي الاهلي قال له خد، ما عندناش مشكله، النادي الاهلي عنده واحد واثنين وثلاثه.
فدي حاجه كويسه من جانب النادي عشان تعرف الفرق بين النادي الاهلي والفرق بين الناس اللي بتتكلم وتشكك في نزاهه النادي الاهلي. نيجي بقى للخبر بالنسبه للزمالك مرتضى منصور. بس في البدايه انت عملت لايك وعملت اشتراك في القناه وفعل الجرس كده عشان اي فيديو ننزله يوصل لك اشعار بيه. مرتضى منصور قال ايه او عمل ايه؟ مرتضى منصور قدم بلاغ في اداره نادي الزمالك تاني بسبب الارض. عشان تعرف المشكله جايه لك منين، المشكله مش من الانديه الاخرى، الناس اللي بتقول لك مؤامره من النادي الاهلي، مؤامره من اتحاد الكوره، مؤامره من الدوله المصريه عايزه توقع نادي الزمالك. نيجي بس نقول لك ايه، مرتضى منصور يتقدم ببلاغ جديد للنيابه الاموال العامه ضد مجلس اداره الزمالك بسبب ارض الكوره. مرتضى منصور يعني مش حد تاني، مش اي حد تاني اللي قدم الشكوى، لا ده حد كان رئيس نادي الزمالك بيحب نادي الزمالك، هو اللي قدم فيه نادي الزمالك الشكوى. انتوا بتحاربوا نفسكم بنفسكم، مش الاهلي اللي بيحاربك او الاتحاد الكوره او في مؤامره ضد نادي الزمالك، لا المشكله عندك انت في الزمالك مش الانديه الاخرى. عشان تطلع وتقول ان اداره اتحاد الكوره واداره النادي الاهلي والاهلي عايز يوقع المنتخب، الاهلي بياخد لعيبه المنتخب الزمالك والاهلي بياخد لعيبه بيتكلم مع لعيبه، لا ما اتكلمش مع ولا لاعب من لعيبه الزمالك، حتى محمود بن تاكر اللي بيفصح لحاله ويجي الاهلي هيفيد النادي الاهلي، الاهلي ما اتكلمش معاه، الاهلي خلص مشكلته مع النادي الاهلي وبعد كده ايه يفكر ان هو يقدم له عرض. خالد الغندور بقى ايه كاتب اللي هو كان بيعترض كده على بطوله الانتر كونتيننتال يفوز بثلاث قارات وثلاث قارات والكلام ده كله بايه؟ نزل بوست بيقول لك المفروض نقف جنب بيراميدز عشان ده بيراميدز ده فريق مصري، فالمفروض ان احنا نقف جنبي. انت كنت فين لما النادي الاهلي كان بيلعب؟ كنت بتقول بطوله ملهاش اي لازمه، بطوله عاديه، ايه بطوله الثلاث قارات دي ما كنتش معترف بيها. يقول لك الكل يقول يا رب بيراميدز يكسب بكره. فلامينجو البرازيلي هيلعب في نهائي مع باريس سان جيرمان، وده سمعه رائعه للكره المصريه على مستوى العالم. يعني ايه؟ المفروض ان انا اصلا يعني بيراميدز هتلعب مع فلامينجو واحنا المفروض ان احنا نشجع بيراميدز. انت كنت فين قبل كده؟ كنت بتشكك في نزاهه البطوله قصاد النادي الاهلي وتقول في بطوله ملهاش اي لازمه. يعني بص الوقت او الاحداث بتربط بعضيها، يعني انت بتشوف كده في الاوقات بتشوف احداث بتلاقيها تربط بعضيها ببعض، حاجه غريبه جدا. نيجي بقى الخبر ايه؟ وزاره الاسكان بالنسبه لنادي الزمالك. وزاره الاسكان عملت ايه؟ او نزلت بيان حاجه كده من ناحيه نادي الزمالك، ارض في مرسى مطروح وسحبت الارض دي، بس هي ما سحبتش الارض لان الارض دي هتبقى فيها منشات للدوله تستفاد منها، والمنشات دي النادي الزمالك لو هي اتخذت الارض نادي الزمالك هيكون له مبلغ مالي هيستفاد منه برضه، يعني مش هياخد الارض كده وخلاص. ليه؟ لان طبعا هي خدت الارض دي مش من الزمالك، لا من كل الانديه اللي ليها اراضي ناحيه السواحل او الشواطئ عشان الدوله تستفاد منها. الزمالك يتلقى خطابا من الهيئه اللي هي المجتمعات العمرانيه بايقاف اي تعاملات او انشاءات جديده في ارض نادي مرسى مطروح لاستغلال اراضي الشواطئ ومسطحات المياه بالمنطقه لتنفيذ مشروع قومي. بمعنى ان ارض نادي الزمالك الارض في مرسى مطروح دي على الشواطئ، الدوله هتاخدها تستفاد منها ونادي الزمالك هيستفاد ماديا لان هو هياخد فلوس من الاراضي دي. مش الزمالك بس، لا ده على جميع الفئات اللي هي او الانديه اللي ليها اراضي هناك هتاخدها برضه تبدا تبني عليها منشات، الانديه تستفاد منها والدوله تستفاد منها. فدي حاجه عشان نادي الزمالك يقول لك ازاي ياخدوا الارض مننا الكلام ده كله، لا هو الارض هتاخدها الدوله هتعمل عليها مشروع قومي، الدوله هتستفاد والانديه هتستفاد منها في المستقبل بعد كده. نيجي بقى لايه؟ قائمه المنتخب. قائمه المنتخب الكابتن حسام حسن اختار القائمه يعتبر هي اللي بتختارها كل مره، يعني ما اختلفش كتير، بس في اسامي كده هنقف عندها. يعني في القائمه في حراسه المرمى مين بقى؟ واخد اربعه: محمد الشناوي واحمد الشناوي مصطفى شوبير محمد صبحي. بالنسبه لي محمد الشناوي كويس، احمد الشناوي برضه كويس، مصطفى شوبير كويس، محمد صبحي ما قدمش حاجه. في الافضل محمد بسام اللي هو افضل من محمد صبحي، يعني كلنا شفنا اداء محمد صبحي. نيجي بقى لخط الدفاع: محمد هاني كده كده موجود،
احمد عيد. احمد عيد ده مش عارف هو بيجي اصلا، هو بديل كريم العراقي المصري. رامي ربيعه تمام. خالد صبحي ما ما اعرفش انت واخد خالد صبحي برضو. ياسر ابراهيم ماشي. محمد اسماعيل تمام. حسام عبد المجيد تمام. محمد حمدي بتاع بيراميدز واحمد فتوح برضو دولت ماشي. هم يعتبر الباك الشمال اللي عندك اللي ظاهرين الفتره دي، مفيش مشكله. نيجي خط الوسط. مروان عطيه، حمدي فتحي ما بتفرجش عليه. مهند لاشين كويس. محمود صابر مش عارف برضه انت. محمود صابر زي احمد عيد. محمد شحاته لسه برضه. محمد شحاته ما بيلعبش اصلا مع الزمالك برضه، بس برضه ان انت هتحتاجه. امام عاشور برضه. امام عاشور ما بيلعبش، بس امام عاشور افضل من يعني محمود صابر واحمد عيد والناس دي، لان انت هتحتاجه يقدر يحرك لك الملعب. بالنسبه لامام عاشور زيزو وتريزيجيه، ابراهيم عادل تمام، مصطفى فتحي ماشي، عمر مرموش، محمد صلاح. خط الهجوم مصطفى فتحي او مصطفى محمد، صلاح محسن، اسامه فيصل. عندي اعتراض بس على حته اسامه فيصل. اسامه فيصل ايه اللي بيقدمه اصلا مع مع البنك الاهلي عشان تاخده؟ يعني انت لو بس كنت خدت مروان حمدي، شفناه في البطوله العربيه على رغم من كده خطته كتير، لما كان بينزل كان بيعمل شغل كويس. يعني يعني مروان حمدي افضل من اسامه فيصل، حاجه برضو مش كويسه. بس القايمه برضو تقدر إن تكسب. اهم حاجه التوفيق للمنتخب، ونقدر ان احنا نعمل حاجه في افريقيا، وايه نقدر ان احنا ناخد بطوله ما نطلعش بيه المستوى الايه الباقي اللي احنا طلعنا بيه. اهم حاجه استنونا في فيديو جديد واخبار جديده. بس اعمل اشتراك في القناه واعمل فعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد بنزله على القناه.